العديد من المعاملات قبل وأثناء الانتخابات. هل الناس هتصدقنا؟ صلاة النبي أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نداء إلى كل من يهمه أمر الدولة المصرية واستقرار الدولة المصرية في الداخل والخارج، عشان خاطر وضع الانتخابات والوضع اللي داير، الناس اللي متوقعة إن ممكن أي مرشح يقدر يدير الدولة المصرية. فهنقوله كلمتين واستوعبوهم مع بعض ونرجع بالشريط شوية لورا ونقارن كده ونشوف الوضع إيه، وكل واحد يحكم بنفسه. نسمع الكلمتين مع بعض. كان يا مكان في مؤامرة ودايرة زن على الودان، مخطط مرتب من كنا وكان، من بره وعندي في الداخل كمان. نفسه في لحظة يرجع حلمه بتاع زمان، ويقدر يرجع حد باع وخان. مستحيل ده يحصل، واسمعوا البيان. اسمعوا يا أهل المدينة اللي حل على البلاد، شخص بان بين يوم وليلة جاي يهدد في العباد، وبطريقة مستفزة، وكله بطة ولا وز، وجاه وهز في راسه هزة وقال خلاص هبقى الرئيس. قلنا أهلا بيك وسهلا، جاي بعلم ولا جهلا، ولا صعب وشفته سهلا واحنا بعدين نستغيث. عمرها ما بتمشي عافية، وكلنا مشاكلنا كافية، بس جوه قلوبنا صافية وإيد في إيد ضد الخسيس. قول لنا يلا القصيدة، هات بليلة وهات عصيدة، شكله آن وقت الحصيدة والأوامر من باريس. احكي سمعنا الحكاية من البداية للنهاية، ليه أوروبا راضية عنك؟ شوف كده وركز معايا. وأردوغان إيه رأيه فيك؟ حلمه طبعا بين إيديك، نفسه يوصل حتى ليبيا وحلمه متوقف عليك. ورأي رئيس العصابة المدنس بنيامين، اللي بيعطل علينا من شماله ومن اليمين. مش كلامي ده الحقيقي، صح وعليا بيمين. قول كمان والكل سامع، بره إعلام نجم لامع، فكرونا إن إحنا جهلة ومش هنعرف بالكمين. ده إحنا شعب بجد فاهم، وإنتم راس الحربة واهم. يفتكرنا في يوم معاهم لقوا رب العالمين. البلد تفديها روحنا مهما جينا ومهما رحنا، لو بموتنا أو جرحنا، واوعى بينا تستهين. واحنا ناس فاهمين تمام، واعية خالص للكلام، حتى عارفين الأفاعي دافعة في التخطيط ده كام. ايه هياخدوا بالفلوس؟ عندنا خروب وسوبيا وتمر هندي وعرق سوس. هو ده اللي هياخده بايدن واتحاده بالخصوص. وانت جاي تاخد بدينا بطرح خطة وتشترينا، واللي بره بعد منك يجي يهدم ما بنينا، والوطن يرجع يلوص. واحنا نقعد جنب حيطة نبكي على الكارثة العبيطة. كده انتوا وضحتوا الخريطة واحنا استوعبنا الدروس. يا ناس لئيمة وبحر مكر، وللخداع مسكن ووقر. هو انتوا ليه فاكرينها حكر يا خونة يا شوية لصوص؟ كل واحد يسمع الكلمتين دول يرجع بالذاكرة شوية لورا ويشوف اللي داير حاليا والوضع اللي داير في مصر. وبكده نكون وصلت لنهاية الحلقة، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك واشتراك للقناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. كان معاكم فكري السيد في حب مصر. سلام.